يا مساء الفل على الحبايب اللي منورنا في القناة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من التاريخ الصامت. خليك متخيل معايا المشهد ده. انت نايم في بيتك في أمان، سقف فوق راسك وعيلتك حواليك، وفجأة المية تدخل من تحت الباب. مش نقطة ولا اتنين، ده سيل، صوت تقيل، ريحة طين، والسؤال اللي يضرب في دماغك زي الرصاصة: نطلع ولا نستنى؟ اللي حصل في القصر الكبير مش مجرد خبر عابر، ولا شوية مطر زيادة، ولا بوستين تعاطف وخلاص. اللي حصل ده رسالة قاسية جدا من الطبيعة ومن الواقع ومن المستقبل اللي بيخبط علينا بعنف. تعاطفنا الكامل وكل قلوبنا ودعائنا مع كل أسرة اتخلت عن بيتها غصب عنها، مع كل طفل نام ليلة مش في سريره، مع كل أم حضنت خوفها وسكتت، ومع كل راجل وقف قدام بيته وشاف المية بتبلع تعب عمره في ثواني. الحلقة دي لازم يشوفها عدد كبير من المغاربة، لازم توصل لكل بيت من طنجة للجويرة العزيزة. احنا مش بنهول ومش بنخوف حد، احنا بنحذر عشان الكل ياخد الحيطة والحذر. الحدث ده خطير جدا، واللي بيستهين بالكوارث دي بيدفع الثمن أضعاف أضعاف. خلي الجملة دي معاك من أول ثانية لآخر ثانية. الطبيعة ما بتهزرش، وإحنا اللي لازم نفهم الإشارة بسرعة. الدولة بتبذل مجهود كبير، لكن الوعي الشعبي هو اللي هينقذنا من اللي جاي. قبل ما نكمل ونشرح إيه اللي بيحصل بالظبط وإيه الخطوات اللي لازم الكل يعملها، محتاج منكم موقف. إحنا قدام معركة وعي حقيقية. محتاجين الفيديو ده يوصل لأكبر عدد من الناس عشان يحسوا بخطورة الموقف. اضغط لايك حالا، واكتب في التعليقات يا لطيف أو أي دعاء لأهلنا في القصر الكبير. تفاعلك هو اللي هيخلي الفيديو يظهر لغيرك، وممكن يكون سبب في إن حد ياخد باله وينقذ نفسه وعيلته. الموضوع مش مجرد عاصفة وعدت، دي تغيرات مناخية وجغرافيا جديدة بتتشكل. ليه القصر الكبير بالذات؟ وإيه اللي قاله الخبراء عن اللي جاي؟ وإزاي نقدر نحمي بيوتنا وأهلنا لو المشهد ده اتكرر في أي مدينة تانية؟ إحنا هنا عشان نفتح عيونكم على الحقيقة، الحقيقة اللي لازم نواجهها بالعمل واليقظة. جاهزين؟ يلا بينا. احنا في ثقافتنا الشعبية في المغرب وفي مصر وفي بلاد كتير عندنا جملة محفوظة وبنحبها: مطر خير، المية حياة، ربنا بيكرم. وده كلام صح وزي الفل، بس مش دايما. المطر لما يتحول من نعمة لسيل جارف يبقى احنا مش قدام خير، احنا قدام قوة وجودية، قوة قادرة تمسح مدينة كاملة من على الخريطة في ثواني، قوة بتغير ملامح الأرض وتعيد ترتيب حياة الناس في دقايق معدودة. الفيضان مش شوية مية زيادة في الشارع، الفيضان يعني انفجار في كل حاجة، يعني أرض بتشرب مية لحد ما تشبع وتفيض، يعني مجاري مية بتخرج عن السيطرة وتكسر كل الحدود، يعني سدود بتدخل في مرحلة ضغط مرعب وممكن تنهار، وبشر واقفين في النص هم أضعف حلقة في السلسلة دي كلها. في لحظة الفيضان المية ما بتعرفش تفرق بين حد وحد، مفيش فرق بين بيت فقير وبيت غني، ولا بين شارع شعبي وحي راقي، ولا بين إنسان واخد احتياطاته وإنسان مهمل ومستهتر. المية لما بتيجي للكل، وبتاخد في سكتها الأخضر واليابس. مدينة كاملة ممكن تختفي في غمضة عين، وده مش مشهد من فيلم خيال علمي، ده حصل بجد في آسيا وفي أوروبا وفي أمريكا، وحصل قريب جدا وجنبنا في ليبيا، وشفنا الكارثة كانت عاملة ازاي. الفيضان ما بياخدش إذن من حد، وما بيعلنش عن نفسه قبلها بأسبوع. وأخطر حاجة في الفيضان إيه؟ إنه بيستغل الاستهانة اللي في قلوبنا. لما نقعد نقول يا عم الدنيا مطرت قبل كده كتير وعدت، ما احنا متعودين على كده طول عمرنا، خلاص بقى بلاش تهويل. احنا بكده بنراهن على الحظ، والحظ في الكوارث الطبيعية خاين وغدار. الفيضان تهديد وجودي بجد، لأنه بيكسر أهم حاجة عند الإنسان، الإحساس بالأمان. بيهجر الناس من بيوتها، بيضغط على أعصاب الدولة وإمكانياتها،
وبيكشف أي خرم أو ثغرة مهما كانت صغيرة في البنية التحتية. والمشكلة الأكبر مش في المية اللي نازلة من السماء، المشكلة في العقلية اللي بتشوف الكارثة مجرد حادثة عابرة وهتمشي. التحذيرات العلمية موجودة ومحدش يقدر ينكرها. التغيرات المناخية بقت حقيقة بنعيشها كل يوم، دورات المطر بقت أعنف بكتير من زمان، وشدة الظواهر الطبيعية بتزيد بشكل يخوف. يعني ببساطة اللي كنا بنشوفه مرة كل 30 سنة ممكن نشوفه دلوقتي كل 5 سنين أو أقل. وعشان كده الاستهانة الشعبية بالكوارث دي ما بقتش مجرد سلوك غلط، دي بقت مقامرة جماعية بالأرواح وباقتصاد مدن كاملة وبمستقبل أجيال جاية. الوعي هنا ما بقاش رفاهية ولا ثقافة زيادة ولا كلام ناس متعلمة وقاعدة في التكييف. الوعي في لحظات الكوارث هو مسألة حياة أو موت، مفيش فيها حل وسط. ومن هنا وقبل ما نلوم الطبيعة أو نزعل من المية اللي غرقتنا، لازم نسأل نفسنا سؤال واحد: هل إحنا فاهمين بجد إيه اللي بيحصل حوالينا في الكوكب، ولا لسه بنتعامل مع الفيضان على إنه مطر تقيل وشوية وهيروح لحاله؟ لأن اللي حصل في القصر الكبير بيقول لنا بوضوح وبأعلى صوت: المرحلة الجاية ما بتعرفش المعلش ومش هتسامح حد على غلطاته الصغيرة. الفيضان المرة دي كان إنذار، والإنذار ما بيتكررش كتير. يا إما نصحى ونفهم إن اللعبة اتغيرت، يا إما هنفضل نتفرج على المية وهي بتمسح أحلامنا. السيادة الحقيقية هي إنك تحمي شعبك من غدر الطبيعة قبل غدر البشر، واللي مش هيعمل حسابه للمية، المية هي اللي هتعمل حسابها عليه. المغرب تاريخياً بلد عايش مع المية في علاقة معقدة قوي، مش علاقة رومانسية ولا علاقة خناق، هي علاقة توازن حذر. من آلاف السنين الإنسان المغربي فهم اللعبة بدري. المية لو عرفت تتحكم فيها تبقى حياة، ولو هربت منك وخرجت عن السيطرة تبقى كارثة. وعشان كده فكرة تدبير المية مش حاجة جديدة على المغاربة. من أول نظم السقي التقليدية للخطارات للسواقي لحد ما دخلنا عصر السدود الحديثة. السد في خيال المغربي مش مجرد حتة خرسانة محطوطة وخلاص. السد ده رمز للأمن المائي، رمز للاستقرار، ورمز للقدرة على مواجهة الجفاف والفيضانات في نفس الوقت. المغرب استثمر لسنين طويلة في سياسة السدود، سياسة واعية ونفسها طويل ومبنية على فكرة إن المستقبل مش مضمون، وإن المطر مش دايماً بيجي في ميعاده ولا بالكمية اللي انت عايزها. لكن خلونا نكون صراحة، السد مهما كان قوي ومبني صح مش إله. السد ده آلة بتشتغل بقوانين فيزياء ملهاش قلب، سعة وضغط وتفريغ وهامش أمان. وهنا لازم نقف عند رقم خطير ومحتاج يتفهم بالهداوة: وصول سد وادي المخازن لحوالي 140% من سعته. الرقم ده لو اتقال لواحد مش فاهم ممكن يقول بجهل: يا سلام، يعني السد قوي وبيستحمل. لا يا حبيبي، مش كده خالص. 140% دي معناها إن السد دخل مرحلة ضغط استثنائي، يعني منسوب المية بقى أعلى من الطبيعي بكتير. يعني أي زيادة مفاجأة في التدفق تساوي خطر، وأي غلطة في التقدير تساوي كارثة. وده مش معناه إن السد هيقع بكرة. خلونا نكون مسؤولين وإحنا بنحلل. احتمال الانهيار فعلياً ضعيف، لكن العقل الرشيد ما بيأمرش لما يكون التمن أرواح بشر. التاريخ بيقول إن كوارث السدود في العالم كله ما حصلتش دايماً بسبب ضعف البنى، لأ، حصلت بسبب مطر مش متوقع أو سوء تقدير أو تأخير في أخذ القرار الصح. يعني إيه؟ يعني سد قوي ومتصمم عالمي ممكن يتحول لنقطة خطر لو الطبيعة قررت تضغط عليه زيادة. وده اللي بيخلي قرارات الإخلاء مش هستيريا ولا خوف، دي قمة العقلانية. المغرب اتعلم من تاريخه كويس، اتعلم من الفيضانات اللي فاتت ومن سنين الجفاف ومن تقلبات الجو اللي ما بترحمش. والسياسة المائية المغربية قامت على مبدأ واحد: الوقاية أحسن بكتير من الكارثة. عشان كده لما تشوف دولة بتتعامل مع رقم زي 140% بجدية تامة وتاخد قرارات صعبة زي الإخلاء وتعليق الدراسة وقطع الطرق، اعرف إن ده مش تهويل، ده قراءة واعية للتاريخ اللي بيقول المية لما بتزعل
ما بتنساش. والخطورة هنا مش بس في السد نفسه، الخطورة في اللي بعد السد، مدن وقرى وناس وحياة كاملة متعلقة بقرار واحد في توقيت صح. التاريخ علمنا إن أعنف الكوارث كانت دايماً مسبوقة بجملة واحدة مستفزة، ما كناش متوقعين إن ده يحصل. والمغرب في اللحظة دي قرر إنه ما يقولش الجملة دي، قرر يتصرف على أساس السيناريو الأسوأ عشان يحمي الناس من الأسوأ. وده بالظبط الفارق بين دولة بتقرأ تاريخها وبتتعلم منه، ودولة تانية بتدفن راسها في الرمل وتستنى المعجزة. ولو بصينا على اللي حصل في القصر الكبير هنفهم إن العلاقة بين المغرب والمية لسه مستمرة، علاقة شد وجذب، نعمة وخطر، وعقل لازم يفضل صاحي 24 ساعة. السخرية هنا إن اللي كان بيخاف من العطش السنين اللي فاتت بقى دلوقتي بيخاف من الغرق، ودي قمة المفارقة. بس الفرق إن في إدارة، في ناس واقفة على السد مش بس بتحمي مية، دي بتحمي مستقبل. الأزمة مش في المطر الكتير، الأزمة إزاي تحول المطر ده من رعب لمنفعة. وفي النهاية السد هيفضل واقف والمية هتنزل لمستواها الطبيعي، بس اللي هيفضل هو الوعي، وعي إنك ما تستهونش بالطبيعة مهما كنت قوي خرسانياً. الدرس اللي طالع من وادي المخازن هو إن السيادة مش بس على الأرض، السيادة هي إنك تعرف تتحكم في العنصر اللي بيحييك. المغرب اختار إنه يسبق الكارثة بخطوة، والخطوة دي هي اللي بتعمل الفارق بين النجاة والندم. وخلينا فاكرين دايماً إن السد القوي محتاج قرار أقوى. القصر الكبير مش مجرد مدينة محطوطة على الخريطة. القصر الكبير حكاية، مكان عاش هادي سنين طويلة، وفجأة لقى نفسه في مواجهة مباشرة مع سؤال مرعب: نستنى ولا نطلع الناس؟ أكتر من 130 ألف شخص. الرقم ده مش سهل خالص، رقم تقيل، ومعناه إن القرار مش مجرد ورقة إدارية وخلاص، ده قرار بيحرك حياة بشر، بيشردهم مؤقتاً، بيقلقهم وبيوجعهم في أعز ما يملكوا. خلينا نكون صرحاء، الإخلاء عمره ما كان قرار محبوب ولا شعبي ولا سهل على أي مسؤول في مكانه. لما تقول لأسرة كاملة سيبوا بيتكم دلوقتي، انت مش بتطلب منهم يسيبوا حيطان وسقف، انت بتطلب منهم يسيبوا ذكرياتهم، أمانهم، كل حاجة تعبوا فيها، وإحساسهم بالسيطرة على حياتهم. بس أحياناً القرار الصح لازم يوجع. الخطر هنا ما كانش وهم ولا تخيلات، الخطر كان محتمل، ولو حتى الاحتمال ده ضعيف بنسبة 1%، العقل المسؤول والضمير الصاحي يقول مش هنراهن بحياة طفل واحد. سد وادي المخازن، واحد من أهم سدود المغرب، دخل مرحلة ضغط مش عادية، مش انهيار أكيد، لكن سيناريو لازم يتحسب له بالملي. واللي فاهم يعني إيه سدود عارف إن الانهيار لو حصل لا قدر الله ما بيبقاش تدريجي، ما بيدكش فرصة تلم هدومك. الانهيار بيبقى فجائي مدمر وبيمسح كل حاجة في طريقه. عشان كده الإخلاء كان اختيار أخلاقي قبل ما يكون قرار إداري، اختيار بيقول بوضوح حياة الإنسان المغربي فوق أي اعتبار وفوق أي خرسانة. وهنا لازم نقف وقفة مقارنة موجعة وحزينة، لكنها ضرورية عشان نفهم الفرق. خلونا نفتكر اللي حصل في درنا في ليبيا سنة 2023. هناك كان في سدين، واحد قديم والتاني مهمل. التحذيرات كانت موجودة وصريحة، لكن القرار اتأخر. المسؤولين هناك ترددوا، خافوا من رد فعل الناس، والنتيجة الناس فضلت في بيوتها، المية نزلت في لحظة، والمدينة كلها اتبلعت في قلب البحر. آلاف الأرواح راحت عشان قرار ما اتخدش في وقته. الفرق بين درنا والقصر الكبير مش في قوة المية ولا في غضب الطبيعة، الطبيعة واحدة والمية ما بترحمش حد. الفرق كان في القرار وفي العقل اللي بيدير الأزمة. في درنا السدود كانت ضعيفة، الصيانة غايبة، والإخلاء ما حصلش غير لما الفاس وقعت في الراس. لكن في القصر الكبير السد كان تحت المراقبة 24 ساعة، الخطر كان متقري صح، والإخلاء حصل بدري قبل ما نقطة مية واحدة تلمس رجل مواطن. حتى لو الخطر كان ضعيف، التاريخ علمنا إن أعنف الكوارث في العالم كانت دايماً ضعيفة الاحتمال قبل ما تحصل ب5 دقايق.
حقيقة سد درنا ما كانتش حتى تجيب حجم سد وادي المخازن، لكن لما المية خرجت ما فرقتش بين صغير وكبير. وده درس للعالم كله، مش حجم السد هو اللي بينقذ الناس، اللي بينقذهم هو التوقيت وقوة القرار وسرعة التحرك. اللي حصل في القصر الكبير كان امتحان أعصاب من الدرجة الأولى للسكان وللسلطات وللدولة ككل. في ناس التزمت وناس خافت وناس قعدت تعترض وتقول ليه بتعملوا فينا كده، وده رد فعل إنساني وطبيعي جدا. لكن المهم في النهاية إن القرار اتحمل والتنفيذ حصل، والخسائر البشرية اتجنبت تماما. وده في عالم الكوارث الطبيعية يعتبر إنجاز جبار مش بسيط. المفارقة الساخرة هنا إنك لما بتمنع الكارثة ما بتحسش بجميل حد، ومحدش هيقف يسقف لك ويقول لك برافو، ببساطة لأن ما حصلش حاجة. بس الحقيقة المرة إن اللي ما حصلش ده كان ممكن يبقى مأساة وطنية وجنازة مجموعة لمدينة كاملة. القصر الكبير دخلت التاريخ النهاردة مش لأنها غرقت الحمد لله، لكن لأنها نجت بقرار صعب، بإخلاء كان وجعه وقتي، وبوعي جمعي إن المغامرة مش بطولة، وإن الاستهانة بالأرواح مش شجاعة أبداً. الدرس هنا مش للمغرب بس، الدرس ده لأي مدينة وأي دولة وأي إنسان لسه بيعيش على نغمة أكيد مش هيحصل. الطبيعة ما بتفهمش كلمة أكيد وما بتحترمش اللي بيستهون بيها. الطبيعة بتحترم اللي بيعمل حسابها وبيستعد لها. تحية لكل واحد ساب بيته وهو قلبه وجعه عشان يحمي عيلته، وتحية لكل مسؤول ما خافش من اللوم وأخد القرار اللي يحفظ الدم. القصر الكبير النهاردة بتقدم نموذج في إدارة الرعب، إزاي تحول الخوف لنظام، وإزاي تخلي النجاة هي الهدف الوحيد. وقت الكوارث الدولة مش بيان، مش تصريح، ومش مؤتمر صحفي وخلاص. الدولة وقت الكارثة هي اللي واقفة في قلب الميدان ورجلها في الطين قبل الناس. واللي حصل في القصر الكبير كشف إن في ماكينة كاملة اشتغلت، مش كاملة بمعنى الكمال المطلق اللي ملوش وجود، لكن بمعنى الحضور والتحرك، وإن في حد شايل المسؤولية بجد. من أول لحظة كان في تقدير للخطر، مفيش إنكار، مفيش تسويف، ومفيش لما نشوف بكرة هيحصل إيه. السلطات المحلية من أول الولاة والعمال لحد أصغر مسؤول ميداني دخلوا سباق مرعب مع الزمن. الإخلاء ده ما حصلش على الورق وبس، ده حصل في الحقيقة، شارع شارع، بيت بيت، وحي حي. ناس بتشرح وناس بتقنع، وأحيانا بتواجه رفض وخوف من أصحاب البيوت. وده طبيعي جدا، لأن الخروج من البيت وقت الخطر أصعب نفسيا بكتير من إنك تفضل جواه. وهنا يجي الدور الحاسم والمحوري، القوات المسلحة الملكية. وجود الجيش في الكوارث مش مجرد استعراض قوة ولا رسالة سياسية. الجيش موجود لأن عنده التنظيم، وعنده سرعة التدخل، وعنده القدرة اللوجستية اللي مش عند حد تاني. نقل وتأمين ومساعدة في الإجلاء، ودعم جبار للوقاية المدنية. جنود في الشوارع مش بعقلية السيطرة، لكن بعقلية الحماية، كتفهم في كتف الناس. وجنبهم مين؟ رجال الأمن الوطني، الدرك الملكي، والوقاية المدنية. الناس دي ما كانتش واقفة بتتفرج ولا بتصور سيلفي، الناس دي كانت بتقطع طرق خطرة، بتنظم المرور في عز الزحمة، بتمنع الناس ترجع لمناطق مهددة، وبتلحق اللي اتأخر في الخروج. الوقاية المدنية اشتغلت تحت ضغط يكسر الظهر، في وسط المية وفي وسط الطين، وفي ظروف تخلي الواحد مش عارف يشوف قدامه. وده مش مشهد مثالي من فيلم، ده واقع الكوارث المر، فوضى وتوتر وصوت عالي وخوف مالي المكان. لكن وسط كل الزيطة دي القرارات الاستباقية كانت واضحة وصريحة: تعليق الدراسة فوراً، قطع بعض الطرق اللي فيها خطر، منع أي حد يقرب من مجاري المية، وفتح مراكز إيواء مجهزة. القرارات دي دايماً بتغضب ناس، في اللي يقولك ليه كل ده، وفي اللي يقول ده انتوا كبرتوا الموضوع قوي، وفي اللي يشوف ان الموضوع بدري زيادة عن اللزوم. بس الحقيقة المرة ان القرار الصح في وقت الكارثة نادراً ما يكون محبوب من الناس. والفرق بين دولة بتستنى الكارثة لما تقع ودولة تانية بتحاول تمنعها قبل ما تحصل، إن التانية دي بتتحمل غضب الناس عشان تمنع دم الناس. وده بالظبط اللي حصل في القصر الكبير. هل كل حاجة كانت 100% مثالية؟ أكيد لأ،
مفيش في الدنيا إدارة كوارث مثالية وما فيهاش ولا غلطة، لكن السؤال الحقيقي اللي لازم نسأله: هل كان في حضور؟ نعم. هل كان في تحرك؟ نعم. هل كان في إحساس حقيقي بالمسؤولية؟ نعم ونص. والأهم من كل ده إن الدولة اختارت أصعب سيناريو، إننا نغلط ونبالح شوية في الحذر، أحسن بكتير من إننا نغامر ونشوف هيحصل إيه. وفي عالم الفيضانات وغدر الطبيعة، الغلط في زيادة الحذر أخف بمليون مرة من الغلط في التهاون. الدولة هنا قامت بدورها، مش بمعنى إنها خلصت المهمة ونامت، لكن بمعنى إنها شالت الجزء التقيل، القرار والتنفيذ والوجود وقت الخطر. والكورة زي ما بنقول دايما ما كانتش لوحدها في ملعب الدولة، لأن أي كارثة في الدنيا مهما كانت الدولة قوية ومنظمة، من غير مجتمع واعي وفاهم اللي بيحصل، الكارثة بتتحول لكارثة مضاعفة. الوعي الشعبي هنا كان هو البطل التاني، إن الناس تسمع الكلام وإنها تقدر حجم الخطر وإنها تتعاون مع العسكري ورجل الوقاية المدنية. ده اللي خلى المعجزة تحصل. السخرية هنا إن اللي كان بينتقد قوة التدخل النهاردة هو اللي بيبوس إيد المسؤولين إنهم حموهم. والدرس المستفاد هو إن الدولة القوية هي اللي ما بتخافش تاخد قرار مش شعبي عشان تحمي شعبها. القصر الكبير مش بس نجت من المية، دي نجت من الفشل الإداري اللي بيحصل في دول كتير وقت الأزمات. الماكينة اشتغلت والتروس دارت، والنتيجة كانت إن الأرواح فضلت في مكانها والبيوت اتأمنت. وفي الآخر الكارثة بتعدي والمية بتنشف والبيوت بتتنظف، بس بيفضل في الذاكرة إن في وقت الجد كان في دولة بجد، دولة ما بتبيعش كلام، دولة بتنزل الشارع وبتحمي ولادها. في الكوارث في حاجتين بيبانوا بوضوح زي الشمس: قوة الدولة وقلب المجتمع. واللي حصل في القصر الكبير ما كانش بس مجرد تحرك رسمي من فوق، كان كمان موجة تضامن حقيقية وصادقة ومن غير ضجيج ولا منظرة. ناس فتحت بيوتها لناس غريبة عنها، أسر استقبلت أسر كاملة بقلب مفتوح، جمعيات مدنية اتحركت من غير ما تستنى أوامر من حد، وشباب زي الورد نزلوا يساعدوا وينظموا ويطمنوا الخايفين. النازحين دول ما كانوش مجرد أرقام في كشوفات، دول كانوا أمهات وأطفال وشيوخ وناس فقدت إحساس الأمان فجأة في لحظة غدر من الطبيعة. ومشهد الاحتضان ده مش تفصيلة جانبية في القصة، ده هو العنصر الأساسي في إدارة أي كارثة في الدنيا. الدولة مهما عملت ومهما كانت قوتها مش هتعرف توفر دفء إنساني زي اللي بيقدمه مجتمع متماسك وعارف قيمة الجيرة. المجتمع المدني لعب دور بطل، توزيع مساعدات في عز المطر، توفير أغطية وأكل سخن، ودعم نفسي بسيط بس تأثيره كان ملوش تمن. تنسيق كامل مع السلطات بدل الخناق والصدام. والأهم من كل ده إن أغلب الناس التزمت بالكلام، ما كانش فيه تمرد واسع ولا عناد جماعي ملوش لازمة. كان فيه خوف، أيوة طبعا، بس كان فيه وعي غطى على الخوف ده. ناس فهمت إن الرجوع للبيت بدري مش شجاعة، وإن المغامرة في وسط المية مش رجولة، وإن حماية الروح أغلى بكتير من حماية الجدران والعفش. وده وعي غالي قوي، لأن في كوارث كتير في العالم المشكلة ما كانتش في القرار، كانت في الناس اللي رفضت تلتزم ورمت نفسها في التهلكة. اللي حصل في القصر الكبير كشف إن الوعي الشعبي حتى لو لسه مش كامل، بس هو موجود وبيكبر وبيبان وقت الجد. بس خلينا نكون صراحة ومن غير تزيين، التضامن ده مش لازم يكون مجرد لحظة عاطفية بتيجي وتروح. التضامن لازم يتحول لثقافة يومية، ثقافة إننا نسمع التحذيرات بجدية ونثق في القرارات الوقائية حتى لو مش فاهمينها، ونساعد من غير ما نعرض نفسنا ولا غيرنا للخطر. والأهم من ده كله إننا ما نحولش الكارثة لمحتوى وسوشيال ميديا وتجميع لايكات على قفا وجع الناس. الصور والفيديوهات واللايفات، كل الهيصة دي مش أولوية خالص وقت الخطر. الأولوية الوحيدة هي إن الناس تطلع سالمة لبر الأمان. والجميل هنا إن التعاون بين المجتمع والسلطات قلل الفوضى
وقلل الخسائر وخلى الأزمة تعدي بأقل وجع ممكن. وده درس مهم جدا لازم نتعلمه. الكارثة ما بتختبرش بس البنية التحتية والسدود، دي بتختبر العلاقات بين الناس وبعضها. لما المجتمع يكون متماسك، الكارثة بتفضل مجرد كارثة طبيعية وبنعديها. لكن لما المجتمع يتفكك، الكارثة بتتحول لكارثة اجتماعية وخراب ملوش آخر. القصر الكبير نجت مش بس عشان فيه سد ولا عشان فيه قرار إخلاء، نجت لأن فيه نسيج اجتماعي اختار إنه يتعاون مش يتصارع. وده شيء يستحق يتقال ويتسجل في التاريخ ويتكرر في كل أزمة. بس السخرية الحقيقية هنا إن في ناس لسه بتسأل باستغراب، هو ليه ده بيحصل أصلاً؟ وليه حتى الدول اللي بنسميها متقدمة بتغرق في شبر مية وما بتعرفش تعمل اللي المغرب عمله؟ الإجابة بسيطة، الطبيعة ما بتفرقش بين غني وفقير، والفرق الحقيقي مش في الفلوس، الفرق في الإدارة وفي الروح. لما تشوف دول عظمى بتقف عجزة قدام إعصار أو فيضان، وتشوف المغرب بيدير أزمة سد واصل ل140% بسلاسة ومن غير ضحايا، لازم تفهم إن في سر في الخلطة المغربية. السر إنهم ما بيقعدوش يندبوا حظهم، هم بيشتغلوا، بيتعلموا من غلطات الماضي وبيبنوا للمستقبل. السد اللي كان خطر النهاردة هو اللي هيسقي الزرع بكرة، والناس اللي خافت النهاردة هي اللي هتبني المدينة بكرة بوعي أكبر. إحنا مش بنقول إننا بقينا في الجنة، بس بنقول إننا بقينا أذكى، بنعرف نتعامل مع الوحش اللي اسمه الطبيعة ونروضه. ودي قمة السيادة، إنك تحمي شعبك من غضب المية زي ما بتحميه من غدر السياسة. وفي النهاية القصر الكبير بتنام النهاردة وهي مطمنة، مش عشان المطر وقف، لكن عشان عرفت إن ليها ظهر بيحميها وقلب بيخاف عليها. والدرس اللي طلع من المية دي هيفضل محفور في عقل كل واحد شارك في الملحمة دي. السياسة في المغرب ما بقتش بس شعارات، بقت إنقاذ وفعل على الأرض. الحلقة لسه ما خلصتش لأن الأسئلة الكبيرة لسه بتطاردنا، بس الأكيد إننا النهاردة أقوى بكتير من امبارح، وإن السد اللي شال المية شال معانا كمان مسؤولية بلد كاملة. في لحظة الفيضان ما بيبقاش فيه باسبور، ما بيبقاش فيه تصنيف دولي، ما بيبقاش فيه فرق بين شمال وجنوب، ولا بين غني وفقير، ولا حتى بين متقدم ونامي. الطبيعة ما بتتفرجش على نشرات الأخبار، ما بتتأثرش بتقارير التنمية، ولا بتعترف بنجاحات اقتصادية ولا نمو سنوي. خلونا نبص بوضوح على أمثلة ما بتكدبش. الولايات المتحدة الأمريكية أقوى اقتصاد في العالم، وأضخم بنية تحتية، وأحدث تكنولوجيا ممكن يتخيلها بشر. إعصار كاترينا عمل فيهم إيه؟ نيو أورلينز غرقت بالكامل، أحياء كاملة اتمسحت من على الخريطة، ناس اتشردت وناس ماتت، والدولة بكل جبروتها وقفت متفاجئة. ليه ده حصل؟ مش لأن أمريكا ضعيفة، لأ، لكن لأن التقدير كان غلط، والبنية التحتية ما كانتش جاهزة لسيناريو أقصى من اللي في الكتب. والأهم من ده كله إن القرار اتأخر. الصين، الدولة اللي بتبني مدن في شهور وبتتحكم في أنهار عملاقة بسدود خيالية، ومع ذلك فيضانات ضخمة بتضربها كل سنة تقريباً، ملايين بيتأثروا، مناطق كاملة بتتغمر، والدولة رغم قوتها بتدخل سباق إنقاذ مرير. أوروبا المثالية، فيضانات عنيفة بتضرب مدن تاريخية، بنية تحتية كانت بتتوصف إنها كاملة بتنهار زي بيت الورق. الدرس هنا واضح وصريح، التقدم ما بيلغيش الخطر، والتكنولوجيا ما بتمسحش غضب الطبيعة، وأي دولة في العالم لو صدقت لحظة إنها محصنة بتدفع الثمن غالي قوي. التغير المناخي قلب المعادلة في وش الكل، اللي كان نادر بقى متكرر، واللي كان متوقع بقى أعنف بكتير من أي حسابات. وده معناه إن سياسات امبارح ما بقتش تنفع لتهديدات النهاردة. اللي حصل في القصر الكبير مش حادثة معزولة ولا صدفة، ده جزء من موجة عالمية ما بتفرقش بين حد. والفرق الحقيقي بين الدول دلوقتي مش في إنك تمنع الكارثة 100%،
لأن ده مستحيل، لكن الفرق في 4 حاجات: سرعة الاستجابة، تقليل الخسائر، حماية الأرواح، والاعتراف بالخطر بدري من غير أنطة. وهم الدولة المتقدمة المحصنة ده وهم خطير جدا، لأنه بيخلق حالة من الاستهانة، والاستهانة دي هي اللي بتقتل بجد. الفيضانات مش حدث عابر بيجي ويروح، مش صفحة وهنقلبها، ولا ذكرى موسمية بنفتكرها كل شتاء. اللي حصل في القصر الكبير ده إنذار حقيقي للمستقبل. الدولة هناك قامت بدورها وأخدت قرارات صعبة وتحملت غضب الناس عشان تمنع دمهم، بس الدور ما خلصش عند النقطة دي. الدور دلوقتي بقى علينا كلنا، على الوعي الشعبي، على الالتزام بالقواعد، وعلى التضامن اللي ما بينتهيش بانتهاء المطر. لأن الكارثة الجاية مش لازم تستنى لما نكون نايمين في العسل. الطبيعة بتدي إشارات، والنجاة دايما بتكون حظ اللي يفهمها بدري ويتحرك قبل فوات الأوان. السخرية المرة إن في ناس لسه بتجادل في بديهيات وبتقول الموضوع بسيط، في الوقت اللي دول عظمى بتقع قدام شبر مية. المغرب النهاردة بيدي درس في التواضع قدام الطبيعة، وفي القوة في أخذ القرار. السياسة ما بقتش بس اقتصاد وبورصة، السياسة بقت إزاي تخلي المواطن ينام في بيته وهو مش خايف إن السقف يقع عليه. التقدم الحقيقي إنك تكون جاهز، إنك ما تتكسفش تقول إحنا في خطر، وإنك تحرك جيش وحكومة وشعب عشان تحمي إنسان. القصر الكبير نجت لأنها ما استهونتش، ولأنها فهمت إن المية ملهاش كبير، والوعي ده هو اللي هيخلينا نعدي أي أزمة جاية مهما كان حجمها. خلي الجملة دي معاك وانت بتقفل الراديو أو بتسيب الموبايل. الطبيعة كريمة، بس غضبها ملوش كتالوج، والذكاء مش إنك تحاربها، الذكاء إنك تسيسها وتحمي نفسك منها. دي كانت حلقتنا، والهدف منها مش التخويف خالص، الهدف هو الفهم، مش التهويل لكن المسؤولية. العالم بيتغير والجو بيتبدل، وإحنا لازم نكون قد التغيير ده. خلوا بالكم من بعض، وخليكم دايما صحيين للإشارات. السلامة دايما بتيجي قبل أي حاجة في الدنيا. شكرا إنكم سمعتونا، وخليكم دايما بخير وأمان.